بصي مراتك بتخوني مع جوزك. خلاص ما تقوليش كده. نعم. عمر والله وحشتني قوي. وانت كمان بجد ما تقلقيش، مراتي مش هتيجي النهارده خالص، في الشغل ومطبقه. احسن حاجه والله. ايه ده؟ في ايه؟ انا قافل الباب بالمفتاح، بس اعمل انا فيك ايه دلوقتي؟ بصي هتخشي الاوضه اللي هي بتاعتي انا، مش هتخشها يا خالص. جت يا عمر انت مش قلت لي؟ مع اهدي كل حاجه هتتحل دلوقتي. هدخلك الاوضه دلوقتي ما تطلعيش منها خالص. لهوي يا لهوي. خش بسرعه يا رب يسترها. يا عمر انا مش عارفه هو عامل ايه في البيت. ايه يا ابني عماله اخبط ايه ده؟ ما عرفش الاوكرا بتعلق. تعالي حبيبتي، جبت لك الدواء. جبته انا بس. استغربت جيت من الشغل بدري. تعالي خش اهي. ايه يا حبيبتي، جبت العلاج؟ جبت لك العلاج. ماشي يا حبيبتي، تعبتك معايا. انا ان شاء الله هرجع الشغل تاني. وانت مالك متوتر ليه؟ لا مفيش، عشان تعبان عايز اخد العلاج ده يا حبيبتي. ايه هتدخلي تنامي؟ شكلك جايه من الشغل تعبانه. انا خدت بس قلت اخرج بقى عشان ارتاح شويه وقلت انت بالك يومين مطبقه. الله يعينك يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي. ماشي يا عمر. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه اللي اخرك كل ده يا سيد؟ انا قاعده من الصبح مستنياك. طب ما انا كنت في الشغل، ما انت عارفه ان انا هاديت حيلي عشان خاطر اجيب لك حاجاتك، وجبت لك كل الحاجات اللي انت طلبتيها. ربنا يقويك، بس انا ببقى قاعده زهقانه طول اليوم لوحدي يا سيد. انا عارف ان انا مقصر معاكي في الحته دي، بس انا والله انت عارفه ان انا بشتغل وبتعب وبعمل كل ده عشان خاطرك، عشان خاطر ما تحتاجيش حاجه. هعمل ايه تاني؟ اللي طيب انت جبته ده مش فين دي الحاجات طلباتك؟ اللي انا ماشي بس ناقصه يا سيد؟ في حاجات كتير قايله لك عليها. طيب ايه اللي ناقص وانا اجيبهولك؟ وبعدين انا كنت عايزه منك فلوس. الدريس اللي انا كنت قايله لك عليه لغايه دلوقتي ما جبتوش، والميك اب بتاعي ناقص فيه حاجات كتير جدا، يعني مش هينفع يا كده. حبيبتي حبه حبه برضو، انا مستلف سيد فلوس انا بقالي كتير. اسبوعين ما عملتش شوبينج. في ايه؟ حاضر، هديك اللي انت عايزاه، هنزل اشتغل شغلانه تانية وهديك الفلوس اللي انت عايزاها. مرضيه يا ستي؟ وبعد اذنك بقى اهتم بان احنا نخرج شويه، عشان انا بجد قعده البيت دي خنقتني، ما بقتش عيشه، حاجه تقرف. مش هشوفك. ماشي. ايه يا عمر؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه تعالي اقعدي. ماشي. ماشي يا محمد، هكلمك انا. ماشي، مع السلامه. ده انا كنت بكلم مديري في الشغل. لا يا حبيبي انا واثقه فيك، ما سالتكش. بص يا عمر، هي دي حاجه بسيطه انا عارفه، بس يعني خليها معاك، وانا عارفه ان الدنيا مزنقه. ان شاء الله لما اقبض هديك القبض كله، وانا انت عارف ان انا ما بجيبش حاجه يعني. خليها معاك يا حبيبي. ما عادي يا حبيبتي، انت بتتكلم عشان احنا واحد، ايه المشكله يعني؟ ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا. وانا زي ما قلت لك انا بدور على شغل وهنزل شغل تاني ان شاء الله. والله عارفه يا حبيبي، ومقدره ده كويس. ربنا ان شاء الله يخليكي ليا. ربنا هيسترها معانا ان شاء الله، والدنيا هتبقى تمام، ما تقلقش. لو عاوزت اي حاجه قولي. ماشي يا حبيبتي. ماشي، انا نازله. ماشي ماشي يا بابا، ماشي. خدي بالك على نفسك. ماشي، سلام. وانت كمان وحشتني قوي بجد. وحشتك قد ايه؟ ماشي يا راح قلبي، هشوفك امتى؟ ايه يا حبيبتي الاخبار؟ ماشي يا ماما، اقفلي يلا بقى، هكلمك تاني. باي. ايه عامله ايه يا امي؟ كنت بكلم ماما. انا ما سالتكيش، انا عارف. بتسلم عليك. جبت لك بقى الدريس اللي انت قلتي لي عليه، تمام؟ بجد؟ انت ما لبستيش ليه الترنج اللي انا جبته لك اللي هو اغلى من ده؟ يعني هي جت معايا كده. تسلم ايدك يا راح قلبي. طب محتاجه حاجه تاني اجيبها لك؟ لا ربنا يخليك ليا يا سيد، تسلم. اللي انت عايزاه قولي عليه. انت عارفه يا حبيبتي برضو لو انا هستلف هجيب لك اللي انت عايزاه، بس اهم حاجه اشوفك مبسوطه. ربنا يخليك ليا يا حبيبي، ما تحرمش منك ابدا يا رب. طيب اخبار الغدا ايه؟ حضرتيه؟ عشان انا لا جاي من بس- الشغل تعبان. لا ليه؟ طيب ماشي. مش هعمل غدا. طيب انا هاكل. اطلب دليفري. لا انا هاكل اي حاجه دلوقتي، بس انا عايز اكل من ايدك. احنا كل شويه نطلب دليفري، نفسي اكل من اعمل ايدك. اكل بصراحه النهارده. مفيش مشكله، نكلم الدليفري واللي انت عايزاه برضو. ماشي، هخش اغير انا. اوكي. مش عارفه. يلا كلوا بقى. حاضر يا ماما. ملوش لزوم يا حماتي التعب ده ماشي كله. لزوم ايه؟ وانا بشوفكم خالص يا ابني، انتوا جوه فين وفين لما تسالوا عليا مره؟ كل يا ماما، كل يا روح قلبي. ايه يا بنتي تليفونك مقفول على طول على طول كده، ما فيش حاجه؟ معلش اصل ما عندناش شبكه في البيت. ده حتى ما بتساليش عليا، تيجي تقولي ابص على امي حتى؟ ينفع كده؟ ممكن ميه يا سيد؟ معلش. ولا سيد اللي قالك ما تروحيش لامك؟ لا ما اقدرش يا ماما، انا اقول لها كده برضو. طب يلا كلوا، يلا كلوا هي ما انا بتسالش والشيف. عشان خاطر الشبكه، بس الشبكه واقعه عندنا. وانت يا بنتي كده بتسالي عليا، طمنيني عليك، ما تغيبيش الغيبه دي كلها عليا. حاضر يا ماما، كل يا قلبي كل.
وما تقفليش تليفوناتك، ببقى قلقانه عليكي. خلاص يا ماما بقى، يعني ادينا جينالك اهو. جيتيلي بعد ايه؟ ده بقالي 15 يوم ولا 20 يوم ما شفتكيش. ولا ايه يا سيد؟ ولا انت اللي قلت لها ما تروحيش لامك؟ يا بابا خير، في ايه؟ كنت على عاوزني في ايه؟ فكرة أنا جاي بنبهك، جوزك ماشي مع واحدة. واحده؟ ازاي؟ أنا بقول لك وبعرفك وبنور لك طريقك، ماشي؟ جوزك ماشي مع واحدة، أنا شفته لا عمر بعيني. ما يعملش كده يا بابا. أنا قلت لك عايزة تصدقي تصدقي، ما تصدقيش براحتك. ماشي؟ ماشي يا بابا. حذري وخدي بالك من جوزك لو سمحتي. ماشي يا بابا حاضر. ماشي؟ رغم ان انا مش مصدقه اساسا ان عمر يعمل كده. وأنا أكذب عليكي ليه يا بنتي؟ أنا إيه اللي هاخده من وراكي؟ ماشي أنا يا بقول بابا. لك كده. ماشي يا بابا. عمر لا، انا مش هينفع اجي خالص، مش هينفع. جوزي ابتدى يشك من ان انا بنزل كتير. لا تعالى انت، تعالى انت احسن، هو كده كده اصلا في الشغل ومش هيجي دلوقتي. ماشي يا قلبي، هستناك. باي. ماشي يا عمر حاضر. هو فين يا ماما؟ هو فين فين عمر؟ ده؟ خدي يا هنا، ماما خدي هنا. انت ازاي آخد تدخلي فين؟ كده؟ ايه يا بابا؟ مين يا عمر؟ ايه طالع عيني شغاله وبديك من معايا وبديك فلوسي كلها وبجيب لك من ابويا وفي الاخر قاعد كده ولا بتعمل اي حاجه؟ عشان الناس طبعا. اهدى. لا انا مش ههدى. وطي صوتك. اوطي صوتي؟ طب اهدي بس اهدي. اديني هادي. فاهمك كل عمر، حاجة. هتفهمني ايه؟ ده ما ده اطلعي بره بيتي. اطلع بره بيتك؟ بس ماشي حاضر. اتفضلي عشان امشي. الناس يا حبيبتي. ايه في ايه أهدى. بقى؟ في ايه؟ عايز افهم انا. طب انا عايز افهم ايه اللي بيحصل. في ايه؟ مين دول؟ مين دول؟ مين دول؟ وانت بتزعقي ليه هنا؟ بزعق في ايه؟ لقيت مراتك بتخوني مع جوزي. اخرسي ما تقوليش كده. نعم. سيد ما دي كدابه، انت هتصدقها ولا ايه؟ امال هنا بيعملوا ايه؟ عمر انتوا بتهزري ولا ايه؟ كانت في البيت. في البيت فين؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انا قصرت معاكي في ايه؟ سيد والله ما تفهموش. انا عمري ما قصرت معاكي في حاجه. جيب لي يا سيد بجيب لك. طب ايه ده؟ انا افهمك بالراحه. هات لي يا سيد بجيب لك برضه. بشتغل بطفح الدم. عمري في حياتي ما قصرت معاكي. سيد ده أنا إيه؟ جزاتي. أنا افهمك. طيب ده جزاتي. على فكره هم جزاتي ان انا عاملك كويس. هم ايه؟ انت بتخونيني. هو اخرة الواحد كده لما يكون كويس مع مراته يتخان؟ اخرته كده؟ انا تعملي معايا كده ليه؟ قصرت معاكي في ايه؟ جيب لي يا سيد بجيب لك. ده مش عاجبني بجيب لك. اشتغلت شغلانتين عشان ارضيكي. في الاخر دي النهايه يعني؟ دي نهايتي انا كده؟ ان انت تخونيني مع حد تاني؟ اتعب واعمل كل حاجه عشان خاطرك واجيب لك حاجات. ده انا داخل لك بحاجه عشان خاطر ارضيكي. في الاخر كده اتخان؟ هي دي النهايه؟ بصي، تسيبي البيت ده وتمشي زي ما جيتي. انت طالع بالتلاتة عشان خاطر ما رجعكيش تاني. يلا بره. انت اللي زيك ده اعمل معاه ايه؟ ها؟ انا حرام ان انا اعيش معاك اساسا. كفايه التعب اللي انا عايشاه والقرف اللي انا عايشاه. وهاتيلي ومعلش هاتيلي علبه سجاير وهاتيلي مش عارف ايه، والنبي يا نور هاتيلي كوتشي، والنبي يا نور ده هاتيلي فلوس عشان اجيب لبس، وفي الاخر بتتمنظر بيها على الهانم وبتخوني. دي اخرتها. هو ده اخره الجميل اللي انا عاملاه معاك. انت بجد حرام يتعاش معاك. اعمل ايه بعد اللي انا عملته معاك؟ هاتيلي يا نور، هاتي يا نور، هاتي فلوس، هاتي فاجيب لبس، وفي الاخر بتتمنظر بيه مع الهانم. اعمل لك ايه تاني؟ يا اخي طلقني عشان ارتاح من القرف اللي انا عايشاه. انا لو كنت اعرف كنت اتطلقت من زمان. طلقني لو انت راجل، طلقني. دي طبعا قصه حقيقيه اتحكت لنا. يا رب يكون قدرنا نوصل لكم الفكره ان في راجل زي ما يعني ما بينطبق على الراجل بينطبق على الست. في رجاله خاينه وفي ستات خاينه، وللاسف الخيانه ما بتجيش غير من اللي بيبقى كويس مع مراته واللي بتبقى كويسه مع جوزها. هو اللي تلاقيها بتخون واللي تلاقيه بيخون. بيبقى رد الجميل اللي هو من الاخر اتقي شر من احسنت اليه، ان انا كويسه وبراعي ربنا فيك، وتلاقي العكس. ما تستغربوش من اللي انتوا بتشوفوه ده. بصوا، بيحصل في الدنيا حاجات كتير.
يعني خيانه ممكن تلاقوا، ممكن الست تكون جوزها، ممكن الراجل يخون مراته تبقى كويسه معاه ويخونها، وهو يبقى كويس معاه وتخونه، والعكس صحيح. فما تستغربوش من اللي انتوا بتشوفوه دوت، لان ده بيحصل فعلا.